ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ وفي الحلقة بتاعتنا النهاردة احنا هنتكلم عن أول 6 حلقات من مسلسل الكبير قوي الموسم السابع. طبعا حابب أنبه في الأول إن احنا زي الحلقة اللي فاتت برضو بتاعت مسلسل الصفارة هنتكلم براحتنا عن ال6 حلقات دول بحرية حرق كاملة للأحداث، وبالتالي لو انت ناوي تكمل المسلسل الكبير للآخر فياريت تبقى ترجع للحلقات دي بعد ما تخلص ال6 حلقات الأولى. وبس كده من غير تطويل كتير، يلا بينا ندخل على الحلقة. حط السم وسط التوابل وكد عليه كمون. لا، سيبنا عيش. حدا يا واد مبالغ في نموه. جالكوا الولد البقر. الموسم السابع من المسلسل الكبير تقدروا تقولوا كده ان قصته بتتمحور يعني ده لغاية دلوقتي تقريبا حوالين ان الكبير قوي زهق من علاقته بمربوحة، وده اللي المسلسل بيبينه في اول مشهد في الموسم كله على بعضه من الحلقة الاولى في الحلم بتاع الكبير لما حلم انه بيتجوز لورديان، واللي من وجهة نظري اصلا ممكن يكون اسخف تسلسل حصل في الحلقة الاولى كلها على بعضها هو التسلسل بتاع الحلم ده، ولكن غير كده الحلقة الاولى كلها على بعضها كانت ظريفة جدا. وبعد كده بعد التسلسل بتاع الحلم ده لما الكبير بيصحى بيقعد ياخد حوار صغير كده مع مربوحة، وبعد كده بننتقل لحوار ظريف ما بين جوي وهدرس، واللي يعتبروا اصلا كانوا اكتر ناس بيطلعوا كوميديا من اول حلقة لغاية دلوقتي، لان مش عارف ليه المشاهد بتاعت مربوحة والكبير حسيت انها مش بحلاوة مشاهدهم مع بعض الموسم اللي فات، هي ما زالت حلوة بس فيها حاجة مش مظبوطة قوي. بعد كده بقى بنخلص المشهد بتاع جوني وهدرس وبننتقل لمشهد مع الكبير وهو فاكر نفسه قاعد عمال يظبط على الواتس، لكن طبعا بيتضح ان هو في الاخر بيتكلم مع مربوحة، والموضوع ده يعتبر من اكتر الحاجات اللي ضحكتني في الحلقة الاولى كلها على بعضها. واللي بعديه المشهد ده بقى بتطلع مربوحة لجوني وهدرس بتقعد تشتكي لهم من ان الكبير بيخون، برضه بيبقى مشهد من اظرف المشاهد بتاعت الحلقة الاولى لانه في اصلا ناس كتير جدا دمهم خفيف، خصوصا ان من وجهة نظري زي ما قلت لكم ان جوني وهدرس هم اللي شايلين الكوميديا غالبية الوقت في الموسم ده بالنسبة لي. وبعد المشهد ده على طول بنقابل الكبير وهو موجود مع نفادي، واللي برضه قدم واحد من اظرف المشاهد في الحلقة الاولى واكترهم كوميديا، ورجعنا طبعا يعني للقصص الجميلة بتاعته اللي ملهاش اي 30 لازمة. بعد كده بقى بننتقل للحلقة الثانية لما مربوحة بتسمع الكبير وهو بيتكلم في مكالمة معينة في التليفون وبتفهمها غلط خالص، ولكن بعد كده بنعرف في الحلقة بعد ما هي بتتتبعه وبتروح وراه بنعرف ان الكبير كان بيخطط اصلا لشهر عسل تاني ما بينهم. والمشهد بقى اللي الكبير بيكون قاعد فيه مع نفادي والراجل التاني وقاعدين عمالين يتكلموا على الاماكن وبعد كده مربوحة بتدخل والكلام ده كله، كان مشهد يا جماعة مسخرة، من اكتر الحاجات اللي ضحكتني تقريبا في الحلقة التانية على بعض هو المشهد ده. بس اصلا مربوحة قبل ما تعرف الكلام ده كله هي عرفت لما اتجسست على موبايل الكبير، واتجسست عن طريق انها خدت التليفون من وراه وراحت لجوني على اساس ان الاتنين توأم فيحاول يفتحوا ببصمة الوش بتاعته. والمشهد ده بقى كله على بعضه كده بجوني وهدرس ومربوحة برضه من اكتر الحاجات اللي ضحكتني في الحلقة التانية، وفي الغالب ده كله بسبب ردود افعال جوني على الافكار المتخلفة اللي بتطلع من مربوحة وهدرس. يعني تخيل لما تكون انت صوت العقل الوحيد اللي موجود في الاوضه فالموضوع بيبقى صعب يعني. وبعد التسلسل ده كله على بعضه ما بيخلص وبيرجعوا البيت، جوني اساسا بيبتدي يقترح ان هم يروحوا لخبيره او اخصائيه في العلاقات الزوجيه علشان يتعالجوا ويحلوا مشاكلهم مع بعض ويرجعوا تاني كويسين. وبتنتهي الحلقه وهم فعلا في عياده الدكتوره ديا، وبتتضح ان اللي هيقوم بالشخصيه ديا هي نور، واللي للاسف بدايه مشاهدها اللي بتبتدي من نهايه الحلقه الثانيه مع وجودها في الحلقه الثالثه كتير والحلقه الرابعه كمان بصراحه كانوا من اتقل المشاهد على قلبي. واصلا بدايه مع الحلقه الثالثه المسلسل بدأ يسخف شويه، يعني كده كده اصلا بدايه الموسم ما كانتش البدايه العاليه قوي زي الموسم اللي فات، لان مسلسل الكبير قوي لما رجع السنه اللي فاتت بالموسم السادس كانت حلقاته غالبيتها كويسه جدا، وعلى الاقل لو هنقيم البدايات زي ما احنا ما بنتكلم دلوقتي فبدايه الموسم اللي فات كانت اقوى من البدايه بتاعت الموسم ده بكتير. انا فاكر السنه اللي فاتت احنا كنا بنقعد نتفرج كنت بفطس على روحي من الضحك وانا بتفرج، دلوقتي انا بضحك وبنبسط في غالبيه الوقت بس مش بنفس الدرجه، وللاسف غالبيه الوقت المستوى بيقل ما بين الحلقات. يعني زي ما قلت من شويه الحلقه الاولى كانت كويسه جدا، الحلقه الثانيه كانت كويسه جدا برضو، الحلقة الثالثة بقى المستوى بدأ يقل. ولكن اللي بيحسن بقى من تسلسل الحلقة الثالثة دي بالنسبة لي وبيطلع فيها شوية كوميديا كده بيضحكوني شوية وهو طبعا الخط بتاع جوني وهدرس والفكرة بتاعت الجيم اللي هم هيقوموا بيها ووجود سالم والكلام ده كله. الخط ده كله على بعضه كان هو اللي قاتلني ضحك في الحلقه الثالثه. اكتر من كده الحلقه كلها على بعضها كانت فاضيه ما كانش فيها اي حاجه تضحك، لان كانت التنقلات في الحلقه دي كلها على بعضها ما بين الخط بتاع جوني وهدرس والخط بتاع الكبير ومربوح ده، وهم طبعا عند الدكتوره في العياده، واللي زي ما قلت لكم من شويه كان من اتقل الحاجات على قلبي. عموما يعني التسلسل بتاع الدكتوره الدكتوره بتقترح فيه ان هم يشوفوا ايه الفانتازيز بتاعتهم ويحاولوا ان هم يظبطوها مع بعض، فبيختاروا سيناريو كده كأن مربوحه مخطوفه والمفروض الكبير هيروح ينقذها، فبنرجع تاني للمزاريطه وبنشوف بقى اللي هيحصل ايه. بنلاقي ان الكبير ظبط مع فزاع والعترة وجوني الصغيرين وهم قاعدين قال ايه يعني ان هم خاطفين مربوحه، والكبير بيكون مستني مع نفادي على تليفون علشان يجي في الوقت المناسب يتدخل وينقذها. سيبكوا بقى من السيناريو
عادي ولغيت ده كله على بعضه لانه برضه ما ضحكنيش قوي، ولكن برضه كانت اظرف حاجه في الموضوع هنا هي المشهد الصغير بتاع الكبير ونفادي مع بعض، واللي بعديه التسلسل دون بعد ما بيخلص وبعد ما الكبير بينقذ مربوحه والكلام ده كله. بس طبعا بعد فشل الموضوع فشل ذريع بتبتدي الحلقه الرابعه بمشهد برضه عند الدكتوره في العياده اللي بتقترح عليهم ان هم بدل الموضوع اللي فشل دون يحاولوا مثلا يتعرفوا على بعض من اول وجديد علشان يختبروا حلاوه البدايات، واللي طبعا برضه بينفذوها بطريقه غريبه جدا. ولكن بصراحه المره دي الموضوع بيبقى اخف شويه. الفكره هنا المره دي في اختيار الموقف كانت الطف شويه، ولكن برضه ما ضحكتنيش كتير. اللي ضحكني قوي في الحلقه الرابعه كانت المشاهد بتاعه مربوحه ونفادي مع بعض، كانت ظريفه جدا، ولكن غير كده تقريبا الحلقه كانت ناشفه قوي. انا عايز اقول لكم بس اوضح لكم قد ايه الموسم دون في حاجه مش مظبوطه وانا مش قادر افهم هي ايه. بس عامه الكوميديا بتاعته مش موفقه بشكل كبير. لو فاكرين انا الموسم اللي فات كنت عملت حلقه وحيده عن الكبير واتكلمت فيها عن طبازه وكنت حابه جدا. الموسم ده طبازه كان اول ظهور ليه في الحلقه الرابعه وكان ظهور مطول، يعني ما كانتش لقطه واختفى. وللعلم طبازه ده لما كان بيطلع ويقول اي حاجه فيها ايه وكده في الاخر، دي مؤامرة عاملاها النسوان ضدنا يا كبير، شكلهم كده متفقين علينا، بس ما عرفش نياو. كنت بفطس على رحم الدم برغم ان الموضوع مكرر وما فيهوش اجتهاد، ولكن هو كان بيضحكني. وللعلم انا عدت الموسم السادس كتير قوي، فانا كنت برضو بضحك عليه في كل مره، وده اللي خلاني ان انا استغرب جدا ان هو لما ظهر في الحلقه الرابعه من الموسم السابع في الخط اللي انا بحبه اللي هو مع جوني وهدرس برضه ما ضحكنيش. ولكن مازال من وجهة نظري ان الخط بتاع جوني وهدرس دون واي حاجة تانية بتقابله في السكة يعتبر من اكتر الحاجات اللي قادرة تطلع كوميديا ناجحة للمشاهد، بعيدا طبعا عن بقية العك اللي بيحصل في الموسم السابع ده كله. وكمان طبعا السيكونس بتاع الجيم اللي كان موجود في اخر الحلقة الرابعة دي برضه كان ظريف جدا. وطبعا زي ما قلت لكم يعني انا لسه عند رأيي ان الخط بتاع جوني وهدرس هو اكتر حاجة بتضحك الموسم ده. فاكرين بقى من شوية لما قعدت اقول لكم ان المستوى بتاع الكوميديا بتاعت المسلسل عمال ينزل حلقة ورا التاني، او الكلام ده بدأ يتعدل شوية في الحلقة الخامسة. يعني زي ما قلت لكم كانت الحلقة الاولى والثانية كويسة جدا، الحلقة الثالثة والرابعة كانوا أقل شوية، الحلقة الخامسة والسادسة كانوا أحسن بكتير من الحلقة الثالثة والرابعة، ويمكن ضحكوني شوية زيادة عن الحلقة الأولى والثانية كمان. ولكن أعتقد يعني كانوا يفتقدوا شوية للجانب بتاع جوني وهدرس ده لو أنا فاكر صح. عامة بداية أحداث الحلقة الخامسة برضو بتبتدي عند الدكتورة، ولكن ما بنطولش كتير لأنها بتقترح إن هم يحاولوا يغيروا جو لو أنا فاكر صح برضو. فالكبير بياخد مربوحة وبيقرر إن هو هيسافر معاها مصر في سفرية شغل. ومن أول بقى ما بنبتدي إن إحنا نسيب العيادة وبنروح للكبير ومربوحة والتحضيرات بتاعتهم للسفر، وبعد ما بيسافروا فعلا الموضوع بيتحسن كتير قوي. المشاهد بتاعتهم بدأت تظبط جدا، الكوميديا اللي طالعه منها بدات تبقى احلى بكتير ورجعت للمستوى بتاع الموسم اللي فات. حتى المواقف الكوميديه اللي اختاروها في المطار كانت ظريفه جدا بالنسبه لي، واحلى ما فيها هي تلقائيه رحمه احمد في تاديه الدور اللي مش عارف ليه الناس فجاه سخنوا عليها على السوشيال ميديا وبقوا شايفينها دمها تقيل مع انها لسه بنفس التلقائيه من السنه اللي فاتت. فبعيدا يعني عن الكلام الفاضي دون خلونا نركز بقى ونشوف بقيه الحلقه فيها ايه. بعد كده بعد ما بيخرجوا من المطار بيتوجهوا لبرج القاهره، وبرده الموقف اللي هم اختاروه هناك لما كان الكبير خايف يتحرك من على الحيطه وكان خايف يقع من على السور والكلام ده كله برده كان ظريف جدا. والتسلسل ده بقى بينتهي بدرون شوت كده عماله تبعد لورا 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 عند برج القاهره، وبصراحه دي عجبتني قوي. بعد كده بقى بننتقل للكروزه اللي هياخدوها بمركب صغيره كده في النيل، وانا اول ما شفت المركب دي بامانه افتكرت مون نايت لدرجه ان انا شكيت ان هم مصورين في نفس المكان بس الاغنيه مختلفه شويه. وبرده المشهد كان ظريف جدا وخفيف جدا، ولكن ده تقريبا كان اخر مشهد في الحلقه. وعامه يعني كله على بعضه كان ظريف، ومواجهه الكبير مع الناس اللي في المركبه ولما ثبتهم وراسه والكلام ده كله كان شيء ظريف جدا. بعد كده بقى بنبتدي بدايه الحلقه السادسه مع الكبير ومربوحه موجودين في السينما وبيتفرجوا على افاتار 3D، وانا لسه ما شفتوش لغايه دلوقتي لا الاول ولا الثاني بصراحه يعني عشان نبقى صراحه. والخط بتاع السينما ده كان ظريف جدا وكان يعتبر برده من اكتر الحاجات اللي ضحكتني في الحلقه السادسه. ولكن الحلقه السادسه مش فاضيه من الكوميديا لان فيها ضيوف شرف جايين. عندنا هنا في الحلقه السادسه اضافه للفنان علاء مرسي واوتاكا كمان موجود، وبصراحه الكوميديا اللي طلعت منهم كانت ظريفه جدا، ورحمه احمد برده كانت ظريفه جدا هنا، وكانوا عاملين يعني كيمياء ظريفه جدا مع بعض. والخط كله اصلا بتاع خطف مربوحه دون برده كان جامد جدا. برده تعتبر يعني من اكتر الحاجات اللي تضحك اللي حصلت في الحلقه السادسه هي وصول نفادي للكبير في مصر، وعمل بصراحه يعني برده مشهد ظريف جدا في اخر الحلقه. وكده بقى احنا في انتظار الحلقات الجايه لما نشوف الكبير بقى هيعرف يوصل لمربوحه ازاي وايه اللي هيحصل بعد كده. بس مش عارف ليه عامه حاسس ان الموسم ده هيركز على موضوع الكبير ومربوحه اكتر من اي حاجه تانية، ومش هيبقى سكتشات منفصله زي ما احنا متعودين من الكبير. انا ما عنديش مشكله ان هم يركزوا على اللي عايزين يركزوا عليه، اهم حاجه ان هم يعرفوا يضحكونا وخلاص. وزي ما قلت لكم في الاول ان مستوى الكوميديا بالنسبه لي السنه دي اقل شويه من السنه اللي فاتت في الموسم الرمضاني كله يعتبر، مش في المسلسل هنا بس، ولكن لان المسلسل ده مكتوب عليه اسم الكبير قوي واحنا دايما عندنا امال عاليه جدا على مسلسل الكبير قوي، فاعتقد عشان كده الناس كلها طموحاتها مخيبه. لان الحلقه الاولى والثانيه كانوا ظراف ولكن ما كانوش بنفس المستوى بتوع الموسم اللي فات. ان لو انا اتذكر ان اول ممكن نقول 5 أو 6 او حتى اول 11 حلقه كاملين من الموسم اللي فات كانوا كلهم ضحك متواصل، ولكن هنا احنا البدايه حتى اللي فيها ضحك ما كانتش قويه قوي. بدانا عاملين كده وبعد كده نزلنا شويه في الحلقه الثالثه والرابعه،
بعد كده طلعنا شويه في الحلقه الخامسه والسادسه. اتمنى بقى ان احنا نفضل فوق هنا وما نرجعش ننزل تاني لتحت، واتمنى ان احنا لو نزلنا ما ننزلش كتير، لان حتى واحنا هنا احنا اقل من الموسم اللي فات. فيا ريت بقى ان احنا المره دي ما نبقاش هنا ونلاقي نفسنا فجاه بننزل لهنا. لكن ده ما يمنعش ان انا مكمل الكبير للاخر مهما كان وحش او حلو، لانه كده كده مسلسل ظريف جدا وخفيف جدا. بس لو كمل بالبواخه دي بصراحه مش هيبقى ليه لازمه، لان الناس كلها بتتفرج على الكبير علشان تضحك وتنبسط. فانت لو مش هتقدر توصل لي الموضوع ده يبقى انت مالكش لازمه. ولكن نتمنى ان هو يرجع تاني زي ما قلت لكم ويفضل على المستوى ويكمل كده لغايه الاخر. فلو عايزين رايي كده في الاخر بشكل سريع، انا هفضل مكمله ولكن يعني قلقان شويه ان هم ما يقدروش يكملوا بنفس المستوى اللي رجعوا بيه الموسم السادس، نظرا للبدايه اللي احنا شفناها في اول 6 حلقات. طبعا لو ما كنتش وضحت كويس في اول الحلقه، هي كل الناس هنا لسه ما زالت كويسه جدا، ولكن في حاجه غلط في الكتابه بقى او في اختيار المواقف او في حاجه زي كده. يعني لسه الكبير جامد، جوني جامد، هدرس جامد، طبازه، نفادي، مربوحه، الناس دي كلها عاملين اللي عليهم وزياده. بس في العموم اعتقد ان المشكله مشكله اختيار مواقف، فاتمنى ان هم يختاروا مواقف اظرف من كده شويه. وبس كده، دي كانت كل حاجه عندنا عن اول 6 حلقات من الموسم السابع من مسلسل الكبير قوي. طبعا مستني اعرف رايك تحت في الكومنتات في اول 6 حلقات عاملين ازاي، وبرده زي ما سالتكم قبل كده في مسلسل الصفاره في الحلقه اللي عملناها عنه هنا في القناه، ايه رايكم في الكوميديا الرمضانيه السنه دي كلها على بعضها؟ وايه من مسلسلات رمضان شايفين ان هو كويس جدا؟ برضو اكتبوا لي تحت في التعليقات. لو انتوا شفتوا الحلقه بتاعت اتفرج على ايه، انا في حاجات كتير قوي هسيبها، فلو في منها حاجه شدت يا ريت برضو تقولوا لي تحت في التعليقات. طبعا كالمعتاد لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد. وكان معكم مارو من مارو ريفيوز، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.